في محشش أذانيه محروقة. سألوه ليش إذنك محروقة؟ قال المحشش: كنت أكوي الغترة ورن الجوال ورديت بالكواية. قالوا له: والثانية ليش محروقة؟ قال: النذل دق مرة ثانية. 2 محششين شافوا لمبة. قال واحد: هذا القمر. قال الثاني: الشمس. سألوا واحد ثالث، قال إلهم: والله ماني من أهل الديرة. عازمي مسافر ومعاه بغبغان. قالت له المضيفة: الحيوان هذا معاك؟ رد البغبغان: إيه معاي. محشش طردوا أبوه من البيت. رجع طق على أبوه البيت وقال له: أبغى أسألك سؤال، هذا البيت أبوي ولا بيت أبوك؟ قال له: بيت أبوك. قال له: إذن لما يصير بيت أبوك اطردني منه. واحد سعودي جاب لي زوجته خدامة هندية. قالها: شايفة كيف تلاحقني من مكان لمكان؟ قالت: هم الهنود ديما يلاحقون البقر في كل مكان. واحدة تقول لزوجها: اذبح خروفين بمناسبة مرور 10 سنوات على زواجنا. قال: وش ذنب الخروفين في غلطة ارتكبها حمار؟ مدرس في التحفيظ يسمع للطلاب. راح للأول وقال له: ما اسمك؟ رد: إبراهيم. قال: اقرأ سورة إبراهيم. راح للثاني: ما اسمك؟ رد: محمد. قال: اقرأ سورة محمد. راح للثالث: ما اسمك؟ رد: اسمي يوسف بس يدلعوني كوثر. فيه مدرس يدرس في المرحلة الابتدائية سأل أحد الطلاب: فيه طير يتكلم وأول حرف منه الباء، فيرد على طول الطالب: الببغاء. فقال: ممتاز، اسمك؟ الطالب: أحمد. المدرس: أبوك وين يشتغل؟ الطالب: دكتور. المدرس: شايفين أبناء الدكاترة كيف؟ راح المدرس يعطي سؤال ثاني: حيوان بطيء وأول حرف في اسمه السين. يرد أحد الطلاب: سلحفاة. المدرس: ممتاز، اسمك؟ فقال: وائل. وين بيشتغل أبوك؟ الطالب: مهندس. المدرس: شايفين أبناء المهندسين كيف؟ بعدها يسأل المدرس السؤال الثالث: طائر له جناحين، ما هو؟ فيرد أحد الطلاب بسرعة: تمساح. المدرس: شايفين الغبي هذا؟ اسمك يا غبي. يرد الطالب: مصطفى. وين أبوك يشتغل يا غبي؟ الطالب: مدير المخابرات. المدرس: والله يا حبيبي هو التمساح لو يشد حيله شوي يمكن يطير. محشش اتصل على بوش وقال له: قررنا الحرب عليكم. قال بوش: ومين انتو؟ قال له المحشش: أنا وأبو فلان والربع. قال بوش: وكم عددكم؟ قال له المحشش: 8. قال بوش: بس إحنا 2,000,000 جندي. رد المحشش: خلص بشاور الربع وبرجع اتصل فيك. ثاني يوم اتصل المحشش قال له: خلص ما راح نحاربكم لأنه ما عندنا مكان ل2,000,000 أسير. محشش بده يتوظف. سألوه في المقابلة: ما معنى الترتيب الانتقائي لأبجديات الهوس الأيديولوجي في الوجدان الروحي؟ قال: معناه إنكم ما بدكم توظفوني يا عرصات. حكمة محشش: نصيحة: لا تثق أبدا في أبوك ولا في أخوك ولا عمك ولا حتى خالك ولا حتى أمك، في النهاية ما حدش حينفعك إلا أهلك. بدوية اشترى إلها زوجها موبايل. راحت هي على السوق في الصباح، قام رن عليها زوجها من وهو في الشغل، قالها: إيش رأيك في الموبايل الجديد؟ قالت له: يخبل، بس كيف دريت إني في السوق؟ مدرس قال لمجموعة من الطلاب: اللي يحس حاله غبي يوقف. قام وقف واحد من الطلاب، قال له المدرس: أنت غبي. قال له: لا، بس عيب أسيبك واقف لحالك. واحد مسطول مسافر مع ربعه وطول الطريق يقول: يا ريتني جبت التلفزيون، يا ريتني جبته. وبعد ما وصلوا المطار سألوه: تراك أزعجتنا، ليش تبغاه التلفزيون؟ قالهم: لأنه فوق الجوازات.